صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العالي ربي. صلوا على مظهر الإحسان، صلى عليه العالي ربي. ما سارت الركب يا إخوان للمصطفى طاهر القلب بالله يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكرك جزيل الشكر أخي الأستاذ أحمد، ومشاعر المحبة وتعظيم المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام في بلادنا الحبيبة إريتريا هي محبة طبيعية مربوطة بجذور تاريخية، وهذه الجذور التاريخية هي التي جعلت محبة النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين في إريتريا محبة تعلو وتفوق أية محبة. وهذه الجذور هي أن الإسلام ظهر بعد مكة المكرمة في بلاد الحبشة من غير سيف ولا دم مهراق، من خلال الدعوة الصادقة، ودخل نور الإيمان وشاع في نفوس أولئك الكرام السابقون عندما بدأت هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فانتشر الإسلام في بلاد الحبشة. وبلاد الحبشة هي بلاد يعني الآن بوضعها الحالي هي إريتريا، وبعد ذلك سميت ببلاد الزيلع، وبلاد الزيلع هي كانت تطلق على مصوع وما حولها. من هذا المنطلق لهذه الجذور التاريخية سادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين أبناء المسلمين في كل مراحلهم التاريخية، فتجد هذه المحبة وتعظيمها منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا فيها غلو ولا تفريط. ولهذه المحبة لها أثرها وحضورها في حياة الناس جميعا، فتجد حتى في أسماء المسلمين الإريتريين تجدها اسم محمد في كل شيء، والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تجدها في كل مجلس، إن كان مجلس فرح، وإن كان مجلس زراعة، أو أي مجلس من مجالس المسلمين تجد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتفوه بها كل الأفواه دون ملل ولا كلل. وهذا إن دل إنما يدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته وكتاب ربنا عز وجل. فشعب إريتريا المسلم هو شعب مؤمن بالفطرة، ولذلك ظلت هذه المحبة سائدة في كل الأجيال، توارثتها الأجيال. وتجد من خلال هذه المحبة حتى الأسماء تجد فيها اسم محمد عليه الصلاة والسلام في كل مسميات المسلمين، فتجد محمد حامد، محمد إدريس، محمد عثمان، محمد مختار، محمد طاهر. هذا تيمنا وتبركا ومحبة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك دور عظيم لعبه أولئك الصوفيون وأولئك الدعاة وأولئك الأئمة في توطين وتوطيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع الإريتري المسلم. فكانت هناك مشاهد أنا أذكرها منذ طفولتي، من ضمن الطرق الصوفية التي أرست محبة النبي عليه الصلاة والسلام
تحديدا في منطقتنا، منطقة بركة أو القاش وما حولها. وأنا أقول حتى لا أتطرق في مدن أخرى، لأني مع الأسف الشديد لم تتاح لي الفرصة حتى أعايش معيشة تلك المدن، ولكن من خلال السمع. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ودور الصوفية والأئمة والوعاظ كانت منتشرة في كل مدن إريتريا، وهي حتما لا تختلف ولا تفترق بين مدينة وأخرى. فكل المجتمع الإريتري المسلم هو مجتمع واحد، من لحمة واحدة ودم واحد وفكر واحد ومحبة صادقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وكان دور الصوفية من خلال المراغنة. وأذكر أن السيد محمد عثمان المرغني الذي كان في أغردات له دار كبير أو كان يسمى بحوش عالسيدي، وهذا الحوش كان يكتظ بأناس كثيرون، كانت فيه خلوة كبيرة يعانى فيها القرآن والكتاتيب وحفظ القرآن. وكانت هذه الخلوة يعني تستوعب أكثر من 600 طالب وطالبة، بين طالب وطالبة وفي مختلف الأعمار. وأذكر أن السيد محمد عثمان المرغني كان له دور كبير في إرثاء هذه المحبة النبوية بين المجتمع الإريتري المسلم، وكان له دور مشهود من خلال إقامة المدائح النبوية ومن خلال حلقات الذكر التي كانت تقام بصرف النظر عن أيام المولد النبوي، بل كانت هناك حلقات تقام للذكر والمدائح النبوية بعد صلاة العصر من يومي الاثنين والجمعة. وفي هذه الحلقات كنا صغارا، ودار الحوش ما كان ببعيد مننا من بيتنا، فكنا نرد إلى هذا المكان. وكنت أرافق جدي محمد عثمان درشاي، ذلك الرجل المولع بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وبمدائح النبوية، وكان صوته صوتا جهورا. فكنت أرافقه وهو كان بيأخذني بيدي، وكنا بنجلس معه وهم يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المدائح كلها مدائح تذكر سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيرته العطرة، من خلال أناشيد، من خلال مدائح، ومن خلال سيرة كانت تسرد. أذكر أن الشيخ آدم الدالة، الخليفة آدم الدالة، كان رجلا ذو صيت جميل، وكانوا يتنافسون هو وجدي محمد عثمان درشاي في هذه المدائح، والكل كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومرحا. والناس كانت تحضر هذه الحلقات وتنتظرها بفارغ من الصبر. وكان لهذا الدور دور عظيم جدا جدا للمراغنة، حتى في القرى وفي الأماكن النائية كان لهم دور مشهود. وكذلك كان هناك دور الأئمة والدعاة في إثراء وإزكاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تعليمهم ودعوتهم إلى محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تفريط، جميع جلوسا بأدب وحضور جيد وبلبس جميل وبوجه أنيق وبوجه بشوش، وتجد الجميع يتأسى بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا كان له دور بارز ومشهود، حتى أن كثير من المعاملات بين أبناء المسلمين تجد في تسبقها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون النبي صلى رب حضرنا والنبي حضرنا، بمعنى إنه حضرنا الله يعني بوجوده معنا، وحضرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال إحياء سنته وإزكائه، ومن خلال آيات القرآن التي كانوا يتبادلونها. فمثلا يبدأون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يهوت النبي صلوا ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت حياتهم فيها بركة، وكانت روحهم طيبة، لا فيها حقد ولا غبن ولا حسد ولا غلو، بل الجميع متحابون في الله متآخون في الله. وكان لهذا الدور دور عظيم جدا جدا، مما أثر حتى في تضامن وترابط أهل هذه المنطقة